بقى الفيديو جديد من جديد. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى ايه، كان عندي لحمه كده من العيد، طلعتها عملتها للعيال، هما يجي 4 حتت كده ولا حاجه. عملت جنبهم شويه مكرونه بقى اهو. وايه تاني، قلت بقى زي اللي ايه، خلي اللحمه بقى العيال ايه النهارده ياكلوا النهارده وبكره هناكل انا وانتي ايه اي حاجه. فجبت بقى ايه 4 بيضات اهو، نيجي بقى جزء ايه نعملهم جنب شويه مكرونه وخلاص، واسيب بقى العيال ايه ياخدوا يتغدوا من اللحمه ايه النهارده وبكره. انتوا عارفين اخر الشهر بقى والدنيا ايه قحط يعني، فربنا مش عارفه الشهر ده اصلا كنت بقدم له المدارس ومش عارفه ايه الكلام ده كله، فمصاريف مصاريف 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 يعني من الشهر اللي فات لحد دلوقتي عمال نصرف عشان المدرسه. والله العظيم يعني نروح اقدم لهم في دلوقتي تروح تقدم في السايبر، والسايبر تروح تقدم في السايبر، ما عادش زي الاول في المدرسه تروح تقدم في السايبر او اي حد من بتوع النت يعني، والمكاتب والحاجات دي كلها اللي بتبقى شغاله تبع المدارس يعني. فراح اقدم لهم بتاع التقديم، واخد عشان يفتح لهم دوسيه 600 جنيه، وراح دفع 600 جنيه في البوسطه كمان، ورجع دفع والله العظيم. ولا دافع الراجل بتاع المكتبه 300 جنيه، ودفع في البوسطه 650 جنيه تقريبا، ودفع ورجع تاني دفع قولي معايا لحضانه المدرسه. هما يعني عشان التقديمات وكده، معرفش مش فاهمه الفلوس دي كلها ليه. 600 جنيه، وورق بقى ومش عارفه ايه وطبع اللي هو البوسطه ده ومش عارفه ايه، وطبع ب80 جنيه وطبع ب90 جنيه وطبع مش عارفه ايه، حاجات كده كتير، وورق وصور ورق ومولد. والله العظيم عايزه اقول لكم ان هو صارف اكتر من 2500 علشان المولد ده كله والمدارس والمولد ده كله. فربنا يسهل بقى باذن الله. قدمت له ان شاء الله في حضانه المدرسه بقى، فربنا يعديها على خير ان شاء الله. ولسه بقى عايزين اللبس وعايزين شنط، بقول لهم روحوا بالشنط بتاعت الحضانه، لا عايزين شنط جديده. فربنا يسهل بقى باذن الله ايه اجيب لهم بقى